فهنيئا هنيئا هنيئا لمن هيأ مركب السير إلى الله. فلهذا نحذر من تسول له نفسه أن يسب صحابة رسول الله أو أن يسب آل بيت النبوة، تسب هؤلاء الأبرار الأطهار الأخيار. فيا ويل من لوث لسانه بسب أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فإننا والله نشفق على هذا الصنف. أخرج الحاكم في مستدركه وصححه الذهبي رحمه الله عن قيس بن أبي حازم قال: كنت في السوق فإذا بفارس وإذا بأناس قد اجتمعوا حوله. قال: وإذا بالفارس يسب علي بن أبي طالب رضي الله عن علي، فجاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فسمع هذا الفارس يسب علي رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا، فقال له: أتسب وليا من أولياء الله؟ أتسب وليا من أولياء الله؟ فقام سعد وقال: اللهم لا تفرق هذا الجمع حتى ترينا قدرتك في هذا، اللهم لا تفرق هذا الجمع حتى ترينا قدرتك في هذا، حتى ترينا قدرتك في هذا. فساخت فرسه به في الأرض فرمت به فوصل إلى الحجارة فتفجرت دماغه ومات في الحال. ولم ينطلق الناس ولم ينصرفوا حتى شاهدوا موته. نحذر من البقاء على المعاصي، ومن ذلك السب لآل بيت النبوة. فلهذا نحذر من تسول له نفسه أن يسب صحابة رسول الله أو أن يسب آل بيت النبوة، فإن هذا انحراف شديد. ومن سلك هذا المسلك فنقول له: إن الله خصمك وإن رسول الله خصمك، لأنك تسب من هم أولياء الله وعباد الله ومن قد رضي الله عنهم ورضوا عنه. تسب هؤلاء الأبرار الأطهار الأخيار. فيا ويل من لوث لسانه بسب أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فإننا والله نشفق على هذا الصنف. فليحذر كل مسلم أن يقع في هذا.